قبيلة ولاد بالسباع أو السبعة موجودين في ليبيا يسمونهم. هذه أهم القبائل الموجودة في ساقي الحمراء ووادي الذهب، وكان فيها العالم الكبير ماء العينين في مدينة اسمها السمارة، وأسس فيها زاوية يدرس فيها القرآن والإسلام، وخرج منها آلاف الطلاب. موريتانيا طبعا كلها عربية، حتى القبائل التي كانت يعني بربرية أو توارق يسموهم بزناقة تعربوا، يعني تم يعني المرابطين انطلقوا من موريتانيا، انطلقوا من نهر السنغال، كانت في جزيرة داروا فيها رباط عبد الله بن ياسين، وهذا الرباط كون فيه 1000 واحد، فقالوا لهم كم أنتم؟ قالوا نحن 1000. الآن قالوا لهم لن تغلبوا أو لن تهزموا من قلة، وتحركوا إلى الشمال واستولوا على المغرب، وأسس يوسف بن تاشفين مدينة مراكش، ثم انتصروا للأندلس وحفظوا الأندلس لمدة 200 سنة. يوسف بن تاشفين لما جاء يخطب وهو في المغرب، وهو سلطان المغرب يعني، وباش يعني الحفلة بتاعت السلطنة بتاعته، قال إنني ورثت هذا الحكم من أجدادي حمير. لم يقل أن نحن أمازيغ جدنا من جاي من بيتول ولا جاي من إسبانيا، قال نحن جاي من حمير. وقبيلة لمتونة من أكبر القبائل الموجودة الآن في موريتانيا، وموجودين فيها مجموعة قبائل عربية جميعا، الطرشان وأغلبهم من عرب يسموهم عرب المعقل، الهلاليين لما زحفوا وطلعوا من مصر. قصة الهلاليين أيضا نقولها لكم. الهلاليين كانوا مناصرين القرامطة، هم بنو سليم، وذهب الفاطميون بخيول من الليبيين متاعين الجوازي والمتاعين الصحراء الغربية والمجموعات العرب البدو، واستطاعوا أنهم يكسروا القرامطة، واستطاعوا أن يرجعوا الحجر الأسود الذي كان وضعوه في البحرين لمدة 20 سنة، رجعوا. نتذكر أن واحد يقول للأستاذ التويجري الله يرحمه، وكنت أتحدث الناس، كان هو مستشار الملك عبد الله أو الأمير عبد الله وقتها، وقلت له احنا جبناكم الحجر الأسود وكذا، قال والله جبتوا لنا حجر قلتوا أسود هنا نبوسوا فيه، ما نعرفين هو ولا ما هو يعني. وكانت قبائل بني هلال وبني سليم يناصروا في القرامطة، فنفوهم الفاطميين إلى هنا إلى مصر، خلوهم في مصر. لما بنو زيري ابن بديس اللي في تونس تآمر على الفاطميين وأخلع بيعتهم وصار يدعو إلى العباسية، قالوا له سنرسل لك رجالا فحول على خيل فحول ليفعل الله أمرا كان مفعولا. وبعثوا هذول الهلاليين لما وصلوا ليبيا تقاسموا الأرض، بني سليم بقوا في الجبل الأخضر برا، وبني هلال ذهبوا إلى تونس، ثم معاركهم مع خليفة الزناتي والقصة المعروفة، وذهبوا إلى الجزائر وذهبوا إلى المغرب، ثم توجهوا إلى موريتانيا. فالآن معظم الهلاليين موجودين هم عرب المعقل يسموهم في موريتانيا. أيضا تلقى في أولاد علي في موريتانيا، اللي هو أولاد علي عندكم هنا في الصحراء الغربية. عندكم أيضا أولاد الحسن أو إداو الحسن، عندك أيضا أولاد ملوك، تلقى الطرشان، تلقى المهم يعني القبائل اللي موجودة في موريتانيا كلها. يصبح العرب موجودين أيضا في السنغال. الشيخ إبراهيم النياس مؤسس أو شيخ الطريقة التيجانية. هذا لما تمشي أنت إلى السنغال لابد تخلع نعالك قبل ما توصل الشيخ النياس، وتمشي على يديك ورجليك، ويحطوا التراب على رؤوسهم ويبوسوا رجليك باعتبارها شريفة. وكتب أخوه محمد النياس يقول نحن أشراف سودتنا الأمهات. في غانا هناك قبيلة يسموهم قحطان في شمال غانا، يقولون أنهم جاءوا صيادين وبقوا هناك في شمال غانا. نجي لي إلى مالي. مالي فيها مجموعة من القبائل العربية، تجمعهم يسموهم البرابيش. البرابيش هذول 58 قبيلة متخصصين زمان في جلب الملح. فيه ملاحة
في المثلث اللي ما بين الجزائر وموريتانيا وفي نهاية مالي. هذه الملاحة يسموها تاودني. هذه ملاحة عجيبة، ما هيش زي الصبخات الأخرى. هذه يحفروا الأرض ويجدوا فيها مقاطع الحجار زي الأحجار، فالبعير يرفع عليه 4 عدة.